السلام عليكم، يسعد مساكم. مساء الفل والرضا والرزق على احلى متابعين في الدنيا. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال واحسن صحه. ورجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد، بس يلا بينا نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب. عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان اقول يدوم عزك. يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناه. يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو زين. ربنا يبارك فيكم يا رب. عيلتها هتكبر بيكم وليكم هتكون عيله كبيره جو جو، عيله الصعيد وعوايده. بحب ارحب بكل الناس الجدعة الزينة اللي دخلت قناة عيلتي واشتركت. بحب ارحب بكل متابعيني واخواتي اللي دايما معايا ومسانديني. ربنا يخليكم ليا، ربنا يبارك لي فيكم، ربنا يدومكم نعمة في حياتي يا رب. ما تحرمش من كلامكم الحلو، ما تحرمش من تعليقاتكم اللي دايما بتديني طاقة ايجابية كبيرة جو جو جو. قبل ما ابدا فيديو النهارده وقبل ما نحكي الفيديو النهارده، فيديو قوي وهيعجبكم ان شاء الله باذن الله. بحب ارحب بكل الناس وبشكر كل الناس اللي شرفتني من جمهورية اسماء. خليكي معايا. شكر خاص ليكم ومن كل الناس الجديدة اللي شافت قناتي بالصدفة واشتركت وشرفتني في القناة. دعوة حلوة مني ليكم والمتابعين طبعا اللي دايما معايا ومساندني بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب ليه أهل السماء والأرض. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه. ودعوة طبعا ما ننساش أسماء، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب يكرمها. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يوسع عليها ويرزقك رزق يتعجب ليها للسما والارض، ويكرمك بهاجر وتشوفيها احلى دكتوره وتخويها يا رب. اللهم امين يا رب يا اسماء، ويهدي سرك ويبعد عنك الشر وكل وحش ويتمم شفاك على خير. اللهم امين يا رب العالمين. وكمان ماما فادية حبيبتي، ربنا يخليك ويبارك في عمرك. بابا جمال العيلة كلها، ربنا ينعم عليها بالصحة والستر وراحة البال ويوسع عليها ويجمع شملهم على خير. اللهم امين يا رب العالمين ويبارك فيهم كلهم. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعملي ايه يا ام مريم؟ عايزه اقول لكم دي مبدئيا كده دي الممسحه لسه جايباها جديد. فمريم كان في فيديو مشتريات هنزله لكم على القناه الكبيره تشوفوه يعني. فدي الممسحه كان جبتها لسه كان اول استعمال. فمريم كده كانت بتوريها لكم يعني. كانت ما شاء الله عليها يعني بتجربها معاكم، فكانت بتوريكم شكلها عامل ازاي يعني. طبعًا زي ما أنتم شايفين الناس اللي أول مرّة تتابعني، ده البيت بتاعي بيت العيلة. ده كانت حبة الكراكيب، مش حبة كراكيب، هي كنا عاملين حملة اللي هو العفشة منقولة هناك. هنا حاجات بسيطة خالص اللي موجودة هنا ما خدناهاش. فكنت عاملة الهدوم الشتوي والصيفي، وكنت جالبة الدنيا ومطلّعة الكراتين ومطلّعة الهدوم. المهم كنت عاملة حملة نضافة كده وتغيير وشِلت الهدوم. في فيديو قاعد صوّرته يعني كنت باعمل، بس في حاجات كتير ما صوّرتهاش يعني. لميت الهدوم بتاعتي اللي أنا الهدوم الشتوي والهدوم الصيفي، وضبطت الدنيا والأوضة عامةً فاضية ما فيهاش أي حاجة خالص غير كرتونة مركونة فيها هدوم، والتلاجة والغسالة، وأنا نقلت فيها التسريحة اللي أنتم شفتوها من الأوضة بس ما فيهاش أي حاجة تاني يعني. الأوضة التانية هتشوفوها معايا مصوراها وضّبطها، وكانت مقلوبة كده كلها على بعضيها برضه هدوم، ما فيهاش غير هدوم بس وكراتين، وكان وفيها النيش بتاعي يعني. المهم يعني وضّبت ولمّيت الدنيا، والهدوم اللي مش باستعملها حاجات أخدتها مساح الأرضيات، وحاجات كده خلاص مش ما لهاش عايزة معايا. كنت عاملة حملة نضافة بُصّوا في البيت كلّه يعني. باحب أمسك أوضة، أوضة كده وفي الآخر إيه أطلع في الآخر على الصالة يعني. كنست الأوضة نفّضتها، كنت نفّضتها وكنت هلّستها وضبّطتها. مريم بتساعدني كده، قُلت لها قدّام الكاميرا لمّي الحاجات كلّها اللي في الأرض دي اللي أنتم شفتوها دي، اللي هي رميتها كلّها ما لهاش أي عازة، خدتها ورميتها. وكانت مريم عملت البلكونة، بس البلكونة مضلّمة عملتها من غير تصوير يعني. كان كمية تراب، عايزة أقول لكم كمية تراب كانت في البلكونة، والأوض مليانة كلّها مطرّبة ومكركبة مكمكمة كده وريحتها مش حلوة، فاهمين؟ من الترابة والكتمة ريحتها مش حلوة وقلة النضافة يعني، إنِّك تقعديه في مكان مش تنضّفيه تلاقيه كده بالشكل ده يعني. عايزة أقول لكم المكنسة اتكسرت منّي وعمّالة أعملها تتكسر، وأنا بصراحة كنت عايزة أنجز وعايزة أخلّص وعايزة أجيب يد عصاية يعني. بس قُلت خلاص كده أبقى أجيب يد بُكرة، إن كان الوقت اللي أنا كنت بانضّف فيه ما كانش في حد فاتح يعني بعيد عني. طلعت مريم جابت المكنسة من عند حماتي إن أنا إيه، أستغلها أعمل بيها دلوقتي بس عشان أخلّص وأكسب وقت. أنتم عارفين إن الناس اللي متابعاني عاملة مكنسة و2 و3، مكنسة للأرضية وحديها، الحيطان وحدها وللكنيس وحدها والسلم وحده، وكنت مضبّطة الدنيا يعني. عندي كده هناك في الشقة مضبّطة الدنيا برضه. المهم يعني زي ما شفتوا كده كنست الأرض. أنا تلات أرباع الفيديو اتقطّع عشان تبقوا عارفين بس يعني تقريبًا نُص الفيديو أنا قطعته يعني. لميت الكراكيب، لو شفتوا منظر الأوضة كان عامل ازاي يعني. انتوا كده يعتبر ما شفتوش حاجة، ده كان الآخر كده يعني. ده كان كده خلاص يعني يعتبر هونّي. كنت قعدت كده وفرشت الملاية وضبطت الدنيا وضبطت الهدوم وضبطت الدنيا يعني. شطفت الأرض كده الأريال باستعمله باهي يعني مسحوق باهي، عشان كتير سألني عليه في التعليقات. باهي يا بنات. هو مصري تقريبا، مش مقاطعة، مصري.
لان انا سألت في الموضوع ده، صنع في مصر مكتوب عليه تقريبا، وكمان سعره حلو جدا وبيرغي ونضيف جدا. وفي برضه سمعت ان في منه الاوتوماتيك يعني، بس انا لسه ما جربتوش. بس كالغسيل العادي ما شاء الله، وتنظيف البيت ريحته حلوة جدا بيغنيكي. وسعره حلو جدا يعني. ال2 كيلو ونص عاملين 55، يعني كان الأول ب35، عاملين 55. يعني السعر ده تقريبا مش موجود دلوقتي، في الأسعار كلها عالية يعني دلوقتي. ربنا يسهل ما يرفعوهوش يعني، بس حلو. وفي منه الأوتوماتيك 4 كيلو ب100، حلو جدا يعني. بس أنا مجربتوش لسه الأوتوماتيك والله يا بنات. بس خلصت كده الأوضة، غسلتها ونضفتها. كومودينو ده هنقوله في اوضه النوم، هتشوفوه معايا يعني، مش عارفه مصوره ولا لا، في الفيديوهات اللي جايه باذن الله تعالى. خلصت الاوضه كده ونضفتها وروقتها ولميت كل اللي فيها واديتها كده شطفه حلوه. وخلصت كده وقفلت وطلعت كده. تعالوا بقى عند حماتي، بصوا شايفين شكل الباب عامل ازاي. الباب بصوا ما بيجيش باب، والحيطه اللي جنبيه مزرجه جو، والحاجات دي بتتعب نفسيتي جدا. بتضايق ما تكون في حاجة كده مش تمام، لا بتضايق. كتير منكم كتب لي في التعليقات، بشكركم على كلامكم الحلو وعلى دعواتكم الحلوة وفعلا ربنا يرضيني زي ما برضى حماتي، ودعمة دعوة الحما في السماء. وان نفضل تاني نقول ان الحما وربنا اللي هنعمله ربنا هيجازينا خير بيه، ويقعد لنا في صحتنا ويقعد لنا في اولادنا. حماتي مش كويسة، حماتي لسانها مش حلو، مش تمام، ما يشغلنيش نعمل ربنا داين تدان هناك. وبمناسبة الأم والحما، كل أم بتشوفني، كل سنة أنا وأنتي طيبة يا أمي، كل سنة وأنتي في حياتنا، ربنا يدومك نعمة في حياتنا يا رب، ما يحلى حياتنا ولا دنياتنا من غيرك. كل يوم يعدي علينا وأنتي موجودة في حياتنا عيد. تراب الأم ما يتعوض. بعد الأم بعد الأب مفيش حد تاني. انسي انسي، الزمن اللي احنا فيه ده، لا بنت ولا ابن ولا بنتك ولا ابنك ولا اخوك يعني. مفيش. الام بس هي تراب الام، كلنا خدامين تحت رجلين امهاتنا يعني. ده حاجه قليله او حد يكون مزعل ام، او حد يكون مزعل والديه والحما ولا حماتك ولا اي حد. عاملي ربنا، هي وحشه عاملي ربنا. اعملي اللي عليكي، اعملي قدام ربنا انت خلاص. ضميرك مرتاح، ما بتعمليش اي غلط ولا اي وحش. الحمد لله على كل حال يعني. ما ننساش يا بنات نكتر من الاستغفار والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. نفتكر الناس بالخير وندعي بالخير، هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى ردهن خير. تعالى اقول لكم بتعملي ايه يا ام مريم. عايزه اقول لكم على حاجه هتموتوا من الضحك. التلفزيون والريسيفر بتوع حماتي تراب السنين عليهم، تراب السنين. عايزه اقول لكم على حاجه، مفهمينها ولا مش عارفه مين جاي لها ولا مين ضحك عليها، والله ما عارفه مين يعني. مستغرب ان الريسيفر والتلفزيون لو انت مسحتيهم هيبوظوا ويتحرق. تقول لي الشاشه ما تتمسحش، عماله اقنع فيها بالراحه واقول لها يا امي ما تخافيش، فوطه نظيفه مبلوله معصوره. انا مش غبيه. وبعدين اللي الشاشه بتاعتها ما شاء الله ليها زي اللهم صل على الصلاه والسلام، زي اسمها ايه دي، والله الكلام تاه مني. افتكرت يا بنات السكرين بتاعت التليفونات، في سكرين محطوطة للشاشة قبل الشاشة. وحتى لو الجزاز انا هعرف اتعامل معاه، لو انا مسحته ولا حطيت فيه عليه مية هيتحرق. هي دماغها كده. حاولت اقنعها ان المعلومة دي غلط، واللي قالك كده ما يصحش ومش هينفع، مليان تراب ومليان ترابة ناعمة كتيرة قوي، واللي هلوس حواليه وعايز يتمسح مسحة حلوة، حتى ملمع جزاز مفيش مشكلة، بمنديل فوطة نظيفة. المهم محبتش ازعلها ولا اضايقها، كانت قاعدة. فرُحت مشيت عليه كده بفوطة ناشفة خالص كمان، وهي كانت عمّالة تقول لي: "اوعي، حاسبي، ما تعمليهوش، ما لكيش صالح بيه، ما لكيش دعوة بيه." ما حبيتش أزعلها ولا أضايقها. قُلت في أي مرة كده تكون هي في الأوضة جوّه مش شايفة، أرجّعه، تكون في مرة مش شايفاني يعني، أمسحه كده من غير ما تشوفني. يعني الناس الكبيرة دي ناس مخها صغير، ناخدها على قد عقلها. فهوّدتها، فمسحته كده بس ما عجبنيش يعني، مش مرضية عنه، عايزة الجزاز يتلمّع بتاعه ومن ورا كده. فطبعًا خُفت إن أنا أروح من ورا عشان هي في كل مخها إن أنا لو جيت ناحيته يعني هيتحرج يعني، بس خير الحمد لله. فهوّدتها يا بنات، خلاص كده مشيت عليه كده قدامها. وجيت كده على الباب زي ما انتم شايفين، الباب مزرج اساسا. الباب ده احنا اللي دهناه، عشان تبقوا عارفين فيديوهات نازله على القناه الكبيره وانا اللي مجدده البيت وعامله فيه يعني. فمسكت الباب كده غسلته غسله حلوه لانه مزرج ومطين. بصوا عملت كل اللي ربنا قدرني عليه في البيت، عشان البيت تحس بنضارته وبنظافته كده، وتبقى ريحته حلوه، وتبقى كل حاجه نظيفه، عشان حتى لما اغيب وعاود او اجي كده كل فتره انضف لها، تبقى الدنيا سهله عليه، متبقاش الدنيا مكركبه فوق دماغي. صح، عشان الكلام تاه مني يا بنات وانا بكلمكم، ونسيت الخلطه اللي انا عملتها للباب، عشان تبقوا عارفين الناس اللي قاعده معايا لحد هنا. عملت للباب يا بنات الخلطه حلوه جدا. حطيت زيت جونسون، طبعا زيت الجونسون بتاع الاطفال، بس انا كنت جبت شويه من تحت في العلبه، وحطيت شويه بريل، وحطيت شويه خل اللي كانوا في الكوبايه الصغيرين اللي انا كبيتهم دول، شويه خل.
بس انا عشان موده فمعرفتش، كنت ماسكاهم على ايديا معرفتش ان انا اصورهم لكم كويس. حطيت خل وحطيت زيت جونسون وحطيت بريل يا بنات. يمكن ميه حاجه بسيطه كمان مش متذكر، عشان خاطر الباب ما يبص، الخشب بتاع الباب ما يبص يعني. وخاصه عشان الدهون، لو كان في باور للدهون كنت هرش باور للدهون، لاني باور للدهون على البيبان اللي مليانه دهون تحفه. يعني انا قلت لكم جربته في الشباك بتاع المطبخ، ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. اول مره اجرب الباور الدهون على الخشب يعني. مش عارفه عشان المطبخ فيه دهون، فعايزه اجرب يا ترى باور الدهون لو رشيناه مثلا على على الخشب بتاع البيت مثلا او الدولاب او كده، يعني هيدي نتيجه مرضيه. عايزه اشوف الموضوع ده يعني. ومسكت السلكه بتاعتي، ما فيش روف عند حماتي والفوطه العاديه، اي حاجه قدامك كده. المهم ان انا لمعت وغسلت الجنب بتاع الحيطان ده، لان بص الجنب بتاع الحيطان ده الوسخ كده مبهدل الدنيا ومالي الدنيا فيه. يلا اللي قاعد معايا لحد هنا يعمل لايك واشترك في القناه. الناس اللي عايزه تساعد ام مريم، مش عايزه منكم غير انكم انتوا تشاهدوا الفيديو كامل وتعملوا لايك وتعملوا تعليق حلو على الفيديوهات بتاعتكم اللي بتديني طاقه ايجابيه كبيره، وتشاهدوا الفيديوهات اللي على القناه. بس مش عايزه منكم اكتر من كده. ان شاء الله هاني تدعوا لنا ربنا يوفقنا والقناه تتفعل. كل ام بتشوفني تدعي لام مريم من قلبها ربنا يجبرني جبر يتعجب ليها للسما والارض، انا وانتوا كل من قال امين، وربنا يكرمني ويعوضني خير ويبعت رزق بناتي، اللهم امين يا رب العالمين. اي حد والديه متوفين عشان بس ما ننساش وبيزعلوا مني، ندعو لهم بالرحمه والمغفرة، وربنا يجعل مساهم الجنة. ونكتر من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي وقراية القرآن والصدقة ليهم، دي أكتر هدية نقدمها ليهم ما نقدر نوفيهم لا في حياتهم ولا بعد مماتهم. دعوات الأم مستجابة مهما كانت، سواء كانت وحشة كويسة مستجابة، نرضي أمنا. والحما ما ننساش كل فيديو يا مماري، كل فيديو كل ثانية، لأني للأسف ناس كتير حياتهم بتبقى متدمرة. هحكي لكم على قصة بس مش الفيديو ده، لان الفيديو ده خلاص كده. فانا هحكي لكم على قصة ان شاء الله الفيديو الجاي ده من واقع الحياة اللي احنا عايشين فيها، وعن تجربة وحاجة بلتمسها قدام عيني وبشوفها، وبحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا مسلمة، وبحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انا محبة لله سبحانه وتعالى وكتابه وسنته، وبحمد ربنا ان انا بره بوالدية وبره بحماتي. القصة دي ان شاء الله بإذن الله هقولها لكم يمكن في فيديو بكرة او اي فيديو يعني من اوله، هتستعجبوا وتاخدوا موعظة كبيرة. ان الام والحما داين تدان، يعني ممكن دعوات ما تستجابش بسبب انت مزعله امك مزعله والديكي، فالدعوات ما بتستجابش الاسباب ممكن احنا مش واخدين بالها مننا. انا بصلي وبقرا قران وبتاعه ربنا وبخاف ربنا وبعمل حاجات وبعمل كذا وبعمل كذا، بس في حاجه الدعوه بتاعتي مش مستجابه ليه؟ عشان في حاجه انت مش واخده بالك منها. فقاطع صلة رحم، في دعوات بتنزل ما بتطلعش، بتنزل ربنا ما بيستجيبلهاش. عشان كده دايما بوصيكم على الوالدين. تعالوا بقى نعمل مروحه. المروحه عملت ايه يا ام مريم؟ اول حاجه مسكت الفوطه مبلوله ورحت طلعت على المروحه، لميت كل التراب اللي فيها النعم، من التراب اللي فيها النعم بينزل عليكي كده وانت بتنضفيها وبينزل على الفرش بتاعك وبيبهدل الدنيا. دي اول حاجه. بعد كده هتجيبي الميه والبريل بتاعك، الميه والاريال المسحوق اللي انت بتستعمليه، اللي موجود عندك المتاح عندك كوركس الوان، حطي حته سلكه لوفه اللي انت بتستعمليه. ومسكت كده دعكت كله بالسلك. وبعد ما دعكت المروحه بالسلك كنت ماسكه فوطين، فوطه باخد اول واحده فوطه مبلوله بلم بيها الوسخ في الاول كده، وبعد كده فوطه نظيفه بروح ملمعه بيها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بلمع باخد بستعمل فوطين في المروحه، فوطه الم بيها البريل والمبلولة، والفوطة التانية ناشفة بنشف بيها. بس كده هما دي الحاجة اللي انا بستعملها في المروحة. بس خلي بالكم كل شويه بشطف الفوطه، يعني الفوطه اللي بلم بيها الميه مكان ما بدعك المروحه، خاصه لو لها فتره مش نظيفه بشطفها. شطفتها كذا مره يعني، بس عشان انا كنت مش هعلق الحامل اللي فوق كده فما وريتكمش يعني. شطفتها كذا مره عشان تبقوا فاهمين. عايزه اقول لكم لو المروحه بتاعتك نظيفه فوطه مبلوله بتمشي عليها بتلمع، مش محتاجه تدعكي فيها ولا سلك ولا اي حاجه. هنا كنت بوريكم كده شكل الباب، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. بصوا النظافه بتاعته. انا غسلت الباب كله حتى اللي ما صورتوش يعني. بصوا شايفين شكله عامل ازاي من بره ومن جوه وجنب الحيطه. برده مشيت عليه زي ما انتوا شفتوا كده، خليته ايه شمعه فله منوره، خليته كده حلو وريحته حلوه وريحه البيت حلو يعني. ان شاء الله في اي وقت قريب هروح برضو هظبط البيت كده كله وهصوره وهوريهولكوا يعني. حماتي كان مش عاجبها لون الباب ولا لون الترابيزه، عايزه ادهنها ابيض او ادهنها لون الروز كده. ان شاء الله باذن الله تعالى ادهنها معاكم ان شاء الله باذن الله تعالى من القناه الكبيره، وانا اقول عايزه ادهنهم ان شاء الله تشجعوني كده وادهنها معاكم باذن الله تعالى.
بصوا انا شكل المروحه زي ما انتم شايفين، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، في سلكايه كده اهواتي برضو كنت حريصه وانا بنضف المروحه. مش عارفه هي مش ظاهره لكم ليه من الكاميرا، بس عايزه اقول لكم هي نطفت فعلا نطفت، بس في سلك كهرباء كده، فانا بخاف من الكهرباء شويه يعني. فالعمود مرضيش اروح عنده لان في سلك كده مطلطل، فبصراحه خفت ان انا ايه، يعني اللي هو الواحد برضو ساعات لما الواحد بيثق زياده عن اللزوم كده او بيخاطر في حاجه هو مش فاهمها، الموضوع بيضيع يعني. الواحد مش قصة موت، بس الواحد ممكن يعني متشعلق أقع من على الكرسي تحصل حاجة لا قدر الله. ما باخافش من الموت قد ما باخاف من المرض، يعني باخاف من المرض أكتر. دايما بدعي ربنا بالشفا يعني، خسرت قد ما خسرت، بس باقول فدايا فدا صحتي أنا وبناتي يعني، فالموت أرحم يعني. كلنا أساسا هنموت، بس اللي باخاف منه المرض يعني. فباخاف من الحاجات اللي زي كده يعني، والكشوفات والتعب والعلاج، لأ من الناس اللي ما تحبش كده يعني، سبحان الله يعني. مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، بس ما باحبش يعني أتحط في موقف زي دي كتيرة يعني. الاستنظار عمومًا وِحِش. تعالي كده رُحت فين يا أم مريم؟ إحنا رُحنا كاتب كتاب، فبُصّوا أخدتكم معايا، أنا في كاتب الكتاب كده وأخدتكم معايا. هنا في المدينة يا بنات عاملينه في الجامع يعني، عكس عندنا في الفلاحين بيعملوه قدام البيت، واهل العريس بيتلموا يروحوا عند بيت اهل العروسة يكتبوه، سواء في ستات ولا لا. هنا في اسيوط بيروحوا يكتبوا في الجامع جنب بيت العروسة. فكده كنت بوريكم البنات ولبس البنات، بصوا مودة كده كنت بوريكم. فرحة عمالة تعيط، دي الجامع على حسب يعني، ده المصلى بتاع الستات. وهوريكم دلوقتي، خليت مريم صورت لي بره مكان الشباب الرجاله هما بيكتبوا كاتب الكتاب، كنت عامله الصوت بس الصوت كان صعب جدا تسمعوه يعني. فكان صعب جدا يعني، كان مريم واقفه وصوت العيال، فصوت العيال اساسا مغطي على صوت اللهم صل على عبد الصلاه والسلام، صوت الشيخ وهو بيجري، وما كانش مشغل السماعات فكان صوته واطي. فحسيت ان مش هتستفادوا حاجه، مش هتسمعوا حاجه يعني. فبيلبسوا يعني، عندنا كده بيلبسوا، العروسه بتلبس وكله بيلبس وبيتمكجوا، واللي عايز كل واحد على طبيعته يعني. والعروسه بتبقى لابسه، هتشوفوها وهي بتبصم وبتمضي. هنا ما شاء الله جرايبنا محدش غريب يعني، ابن اخت رجب كان كاتب الكتاب بتاعه كده، خدت لكم لقطات، دي فرحه طبعا اللبس بتاعها. وموده مريم كنت بحاول اصور لكم البنات بس يعني، ما بحاولش اجيب وش اي حد تاني. كانت مواد شغالة عياط، ما كانتش ساكتة يعني. كانت عمالة تبكي، عطيتها شوكولاتة عشان تسكت. ومريم زي ما انتوا شفتوا كده البلوزة بتاعتها والبنطلون. هنا بقى الجامع، فيه جوامع ما شاء الله بيبقى دورين، الدور اللي فوق بيبقى أكبر من كده على حسب يعني الجامع نفسه فين والمكان فين. فعادي يعني مش مشكلة. هنا كده مريم هي اللي صورت المنظر ده كده. ملمومين هنا عند المأذون كده، المأذون ولا أبو العروسة والعريس كده والأهل، دي الناس اللي قاعدة دي من ورا تقريبا، دي ناس كانت بتصلية العشاء. كانت يعني مش تبع العروسة والعريس، الملمومين هم دول كده اللي انتوا شايفينهم، هم دول اللي تبع العريس والعروسة. كانوا بيكتبوا كاتب الكتاب ربنا يفرح كل العرسان. وما دام توصلنا لحد هنا، كل عروسة بتشوفني ربنا يفرحك يا رب، ويستر عرض كل أم بتشوفني ربنا يفرحك يا أم بولادك فرحة كبيرة. لحظة كتب الكتاب العريس أو العروسة سواء كانت أيا كان، ما أم العريس وأم العروسة ربنا يفرحهم يا رب. تبقى لحظة وفرحة في القلوب، ربنا يسعد أيامهم ويفرحهم. اللهم آمين يا رب العالمين. خدتكم معايا كده اي مشوار اي مكان هروح اخده معاكم، هاخدكم معايا وتغيير. كان اللقطه دي كانت بصوتها بس، صوت انا نفسي ما اتحملتوش يعني، ما سمعتش حاجه. هو اساسا من الشيخ المأذون هو بيقول ايه اساسا يعني، كنا عايزين في مأذون كده، في ساعات بنروح كاتب كتاب في منطقه بيبقى المأذون ما شاء الله بيقعد يقول كلام حلو كده، يفرح كده ويشرح القلب يعني. نبقى قاعدين سامعينه. ده نظام كتب الكتاب الفلاحين عندنا من عوايدنا. عندنا في الصعيد الفلاحين لا، كاتب الكتاب بيبقى عند العروسة، وأهل العريس يتلموا ويروحوا عند البيت يعني. هنا خلاص عروستنا كانت كانت بتمضي كده وبتبصم عقبال ما ربنا يفرحكم يا رب يا بنات. وكانت لابسة أبيض، كاتب كتاب بس كده، مفيش حاجة تاني غير إنها تكتب وهنروح، بس مش عاملين أي حاجة تاني يعني، لأن الفرح لسه. يلا بينا نقول دعوة حلوة من القلب. دعوة حلوة من القلب لكل عيلتي، عيلة الصعيد وعوايده، بالستر والصحة وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم يا رب. دعوة حلوة من القلب لأبو أحمد مريض سرطان، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض بيتألم. دعوة حلوة لأم سلمان بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض، اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة لأم صفية. صفية حبيبتي ربنا يكرمك يا رب ويعفى عنك ويشفيك ويعافيك يا بنتي، وربنا يكرم ماما وتخويك، اللهم امين يا رب العالمين. ويكرم مريم بالزوج الصالح، ويكرم امك ويفك كربها ويزيل همها ويجمعها مع النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. متنسوش دعواتكم الحلوة يا بنات ليا ولكل متابعيني عيلة الصعيد وعوايد. دعوة حلوة لمتابعة وتقول ادعي لي اللهم غير حالي من حال لأحسن حال، كل من قال آمين اللهم آمين.
دعوة حلوة لأم حبيبة بالستر والصحة وراحة البال، وربنا يشفيني ويرزقني بشقة جديدة. دعوة حلوة لأخي بالشفا العاجل وليا بالذرية الصالحة اللهم آمين. دعوة حلوة لمنيرة حبيبتي بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب لها للسما والأرض. دعوة حلوة لآسيا من الجزائر بتقول ادعي لأمي بالشفا العاجل اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة لأنسة منى تفرح وتتجوز وتزور النبي محمد أنا وأنتوا كل من قال آمين. عايزة أقول لكم مريم اللي كانت بتصور. دعوة حلوة لمتابعة وجود ادعي لي ربنا يجبر بخاطري ويحقق أمنياتي. دعوة حلوة لأمال من الجزائر بالزوج الصالح. دعوة حلوة لمتابعتي بتقول إن أنجح اللهم نجح بنتي قطر الندى في البكالوريا وكل أولاد المسلمين اللهم امين يا رب العالمين. دعوه حلوه لام حبيبه من المنوفيه ربنا يشفي جوزها ويبارك في عمره. دعوه حلوه لاسماء ربنا يكرمها بمهدي. دعوه حلوه لام سما بالصحه والستر وراحه البال ولسما ربنا يكرمك يا رب يا قلب اختك. دعوة حلوة لمتابعة تقول ادعي لي ربنا يكرمني بالزوج الصالح ويسر أمري اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة لهدى أختي بالزوج الصالح ويجبر بخاطرها اللهم آمين يا رب العالمين. وأبويا وأمي أم يوسف من الأقصر اللهم آمين ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم. دعوة حلوة لمتابعة تقول ادعي ويرحم أمه ويحفظ أولادي غيث وليس وهيثم وأم غيث من العراق اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة لمتابعة تقول ادعي لي بالزوج الصالح غير عاجل غير آجل ربنا يسعد قلبها ويفرحك زي اللهم امين احنا وانتوا كل من قال امين. دعوة حلوة متابعة تقولي ادعي لي بالشفاء العاجل امل من الجزائر. دعوة حلوة متابعة تقولي ادعي لي ربنا يشفي اخويا وكل مريض. دعوة حلوة لمريم بتدخل كلية الطب والعمر بكلية الطب ان شاء الله يا رب وهاجر بالاعدادية. دعوة حلوة لمتابعة تقولي ادعي لي ربنا يا رب تعبت لدرجة كرهت الحياة. شيرين حبيبتي ما تقوليش كده استعيني بالله والصلاة على رسول الله والذكر والاستغفار وجربي من ربنا واجري سورة البقرة يوميا. وانا عدت المقطع ده مخصوص عشانك عشان خاطر ادعي لك فيه لان المقطع خلص وفيه دعوات كتير ما شاء الله. لا ايمان ما تقوليش يا شيرين ما تقوليش كده وطمنينا عليكي. دعوة حلوة متابعة تقولي ادعي لي بالذرية الصالحة. دعوة حلوة لإيمان بالذرية الصالحة. شيرين حبيبتي جربي من ربنا اكتر وربنا اكيد هيجازيكي خير يا رب اللهم امين يا رب العالمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه واسيبكم في رعايه الله وحفظه مع فيديو جديد مع الف مليون سلامه. دعوه حلوه للمتابع تقولي ادعي لي لجوزي ربنا يفك كربه ويقضي دينه ويرزقه ويهديه ويهدى اولاده اللهم امين يا رب العالمين. استودعكم الله.